إذا جعلك الله تنتظر وتصبر كثيرا، تأكد أنك ستنال ضعف ما كنت تتمنى. الإنسان الواثق بالله يفهم أن وراء كل صبر عطاء عظيم ينسيك مرارة كل قسوة شعرت بها، ثم على عظم ضيقك يأتيك الفرج. الله مطلع على حالك ولا ينسى. حين يأتي الوقت المناسب ستجد الحياة كلها فتحت أمامك، وستتذكر أحزانك بضحكة المنتصر. السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك يا ربي، معطر بذكرى القرآن وبذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيباتي، نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد ان شاء الله ونهار جديد. المهم البنات، راه كندير لكم المونتاج في واحد الاجواء روعه ما شاء الله، خاصه هاد اليومين هادو ديال سيدنا رمضان. المهم البنات، راني نسيت قبل ما نبدا لا فيديو نقول لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخلوا عليكم بالصحه والراحه والرزق ان شاء الله والتيسير. المهم هنا اول حاجه البنات فكرتها هي هاد الغريسات هادو اللي عندي، لانني صراحه وليت مهمله، وليت كاع ما كنهتمش بهم، فقلت ضروري ما خصني نسقيهم، هاد ندوز هكذا يعني الحويجات الاخرين. وصراحه حتى هاد البنات النشير ما بقاش كينشف ليا، راكم عارفين يعني هاد الاجواء ديال هاد الايامات هادي، خطره برد، خطره هكذا يعني الجو مغيم، خطره هكذا كل خطره واش. فقلت ضروري خصني ما يعني نخرجهم هكذا، واخا كنخليهم البنات يعني بزاف هكذا ديال الوقت. المهم كينشفوا، راكم عارفين يعني غير كياخذوا وقت. بالنسبه للسطح مؤخرا ما بقيتش البنات نطلع له، لانه من بعد ما مرضت صافي يعني وليت اي حاجه كنقول يمكن هي اللي مرضت بها، ولكن مؤخرا عرفت بانه هاد المرضى البنات كيمشي ويرجع، لان كاع الناس كيتشكاو منه. المهم الحمد لله على كل شيء. هنايا اول حاجه قلتها ضروري البنات، هذا راه اخر نهار البنات كان الغد ليه رمضان، فقلت اول حاجه ضروري ما نديرها هو انني نمسح هاد الغبره هذه، ونجبد هاد الزينه هذه اللي كانت عندي البنات ديال سيدنا رمضان، هكذا ندير شويه ديال الطاقه الايجابيه. راكم عارفين يعني الواحد ضروري ما خصو هكذا يعني كي يكون شاد الفراش ولا يكون مريض هكذا، ضروري ما يحاول انه يخرج، ولا يحاول انه يدير غير شي حويجه بسيطه اللي تحاول انها تبدل له ديك الطاقه السلبيه بطاقه ايجابيه. وهذا ما كان، فقلت ضروري ما خصني نمسح الغبره البنات. بالنسبه لهاد الفوانيس راه كانوا عندي البنات، وبالنسبه حتى لهذوك يعني الضواو حتى هما كانوا عندي، فقلت ضروري ما خصني نجبدهم هكذا. كنت جبدت البنات حتى واحد الزينه اخرى يعني اللي كنعلقها هكذا، صراحه كانت مخربقه، فقلت غادي تشد ليا الوقت وانا ما عنديش الوقت، يعني كعارفين يعني ما ساليتش انني نصايبها، فقلت معليش خليها من بعد ونصايبها، وان شاء الله فاش نبغي نصور معكم فيديو اخر نصورها لكم هكذا. المهم هذا ما كان صراحة، يعني الواحد كيحاول ما أمكن أنه يعني يدير غير شي حويجات بساط اللي يغيروا له هكذا النفسية ديالو. يعني راكو عارفين الواحد ضروري ما خصو هكذا يخرج مرة هكذا، يعني كل مرة يدير حاجة هكذا ويبدل هكذا الجو، يعني باش يكون هكذا مرتاح نفسيا، لأنه البنات النفسية ديال الإنسان حتى هي كتلعب دور. ضروري ما خصها يعني تغيير، ضروري ما خصها هكذا يعني واخا نكونوا غاديين على واحد الروتين، ضروري ما خصنا نبدلو هكذا مرة بأي حاجة هكذا بسيطة. هنا البنات راه كنت مشيت للطبيبة على حساب الابن ديالي، لأنه كما سبق لي وقلت لكم الظهر ديالو مؤخرا ولات كتوجعو، فراني متبعه ليه مع الطبيبه. وهنايا كان عندنا ريفيزيون، فقلت ضروري ما خصني ناخدو. ومن تما من بعد ما رجعنا مشينا للدار هكذا ديال الام ديالي. صراحه انا البنات انا راه ما وجدت والو لهاد رمضان هذا، فقلت ضروري ما خصني نوجد شي حاجه هكذا، فقلت غير ضروري ما خصني يعني نوجد هكذا شي حويجات ولو بساط. بالنسبه لسلو البنات وجداتو ماما، وبالنسبه للشباكيه حتى هي مع الزوجه ديال عفوا الخال ديالي. فصراحه يعني انايا ما كنت غير هنا بغيت نوجد شويه هكذا ديال بريوات هكذا معسلين،
فقلت ضروري ما نشاركهم معكم. المهم البنات هنا ما شاركتش معكم باللي ديتاي، خديت يعني غير الوريقات هكذا، خديت اللوز، خديت البنات المهم كل حاجه خديت منها شويه. غادي نخلي لكم الوصفه ان شاء الله في صندوق الوصف. وخديت البنات القرفه، خديت المهم كما راه كان سبق لي انني شاركتها معكم. هنايا كنت دوبت البنات الزبده، كنخدمها هكذا بالزبده، كندهن غير الوريقات هكذا. كنعتذر البنات على التصوير لانه التصوير كان مخربق شويه، مع كان الابن ديالي معايا. فاش كيكون الابن ديالي معايا راكم عارفين يعني الوليدات الصغار ما كيخليوكش هكذا. المهم صايبت غير العقده هكذا ديال اللوز هكذا، درت معها شويه اللوز ودرت شويه ديال هكذا الكاوكاو. المهم صايبت العقده، ومنين صايبتها البنات درتها هكذا ولويتها. ما بغيتش نشاركها معكم بلي ديتاي لانه سبق لي وشاركتها معكم. دائما البنات الوصفات اللي كان يعني نسبق يعني نكون مكررهم هكذا في القناه، ما كنبغيش هكذا نديرهم، ولكن غنخلي لكم الوصفه ان شاء الله في صندوق الوصف اللي بغاتها. صراحه انا البنات صافي من بعد ما كنساليهم هكذا كندهنهم شويه من الزبده من الفوق، وكندخلهم هكذا للفران كيجيو روعه ما شاء الله. يعني هكذا بالنسبه لهنايا البنات راه ما كنت سبق لي قلت لكم بريوات، لانني كنت درت بريوات ودرت الشكل ديال لي سيجار، فكيجيو البنات روعه ما شاء الله. هنا كنحمرهم غير شي شويه، كنبدا كنرش عليهم هكذا العسل صافي، وكنبدا كنقسمهم هكذا. صراحه كيجيو البنات خاصه يعني بهاد الماصه هذه ديال الميركادونا بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا، كيتجي البنات روعه ما شاء الله. المهم راه كنجرب بها البريوات. هنا راه البريوات كنت درتهم البنات، صورت غير لي سيجار. بالنسبه للبريوات ولي سيجار يعني كنخدمها بها وتخدموا بها حتى البسطيله، يعني كتجي زوينه ما شاء الله، يعني كتقرمش ماشي بحال يعني الوريقات الاخرين. كنت البنات خديتهم يعني خديت انواع كثيره الصراحه ما عجبونيش، يعني ما جانيش الاخر ديالهم مقرمش كما كيجيني هذا. وهذا ما كان حبيباتي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زويونين كيجيو روعه هكذا يعني في المائده ديال الافطار. ايوا هذا ما كان حبيباتي. كنتمنى يعني هذا الفيديو هذا صراحه درته قصيره البنات هكذا، غير بغيت نطلع عليكم فيه وما بغيتش هكذا نغبر على القناه، واخا مؤخرا يعني وليت كنغبر بزاف. كنتمنى منكم تشجعوني هكذا، شويه ديال التعاليق، شويه هكذا ديال قلوبه هكذا. لانني مؤخرا وليت كنعكز، راكم عارفين يعني الظروف هكذا ديال والمسؤوليه هكذا ماشي سهله. ومؤخرا مع ملي مرضت انا والابن ديالي يعني ما كتبقاش عندك هكذا ديك يعني طاقه هكذا ايجابيه. وهذا ما كانوا بالنسبه للبنات اللي كيسولوا فيا البنات. راه غنخلي لكم هنا نخلي لكم الانستغرام ديالي. صراحه بالنسبه للانستغرام راه كنكون يعني دائما حاضره فيه. وهذا ما كان حبيباتي. هنا راه وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم جزيل الشكر على كاع الحب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يا الله، إني أسألك الجبر الجميل، جبرك الذي ينهمي على قلبي، من كف رحمتك التي لا تلمس شيئا إلا يطيب.